السلام عليكم، اهلا بيكم. معكم ايهاب احمد. في فيديو النهارده هنشوف حاجات مميزه وجديده في عالم الاي اي. سواء كنت جاي تتعلم او تتسلى او تسمع قصه جديده فانت في المكان الصح. من غير تضييع وقت يلا بينا نخش في التفاصيل. فولا لولو كان نفسها ترقص. انا بس قبل ما نبدا عايز اوضح ان الخطوات دي مش من نوعيه الافلام دي بس، ان هي تنفع لافلام تانية عادي. والموسيقى كنت عاملها بسونو، اما الفويس اوفر كنت عامله بجوجل اي اي ستوديو. طيب بصوا يا شباب، احنا عشان نعمل افلام زي كده محتاجين نمشي على خطوات معينه. اول حاجه انا محتاج السكريبت بتاع القصه بتاعتي، تمام. تقدروا تعملوه بشات جي بي تي، جيميناي، عادي مش هتفرق. او لو عندكم سكريبت اصلا تقدروا تحطوه وبعد كده تبداوا تنسقوا عليه الشغل. اللي انا هحتاجه من السكريبت ده ان انا بطلع حاجتين. اول حاجه بحتاج اطلع الشخصيات الرئيسيه بتاعتي. انا مثلا هنا في القصه كان عندي 4 شخصيات، بحتاج اطلع المواقع اللي هتدور فيها القصه دي، وبالتالي برضو انا كان عندي 4 مواقع. هنا مثلا الشخصيه الرئيسيه اللي هي لولو دي انا بحتاج اعمل لها حاجه اسمها كاركتر شيت. الكاركتر شيت ده نفسه الوصف انا عادي ممكن اسيبه لكم في الديسكريبشن او في الكومنتات، تقدروا تستخدموه مع اي شخصيه بعد كده. مثلا دي الشخصيه الاولى لولو، بعد كده عندي هنا الشخصيه الثانيه كوبري الجندي، عندي بعد كده شخصيه دولي العروسه، طبعا بحاول قدر الامكان اخلي فيه تفاصيل، وشخصيه صدى اللي هو الدب اللي في الاخر. انا كده عملت كل ال4 شخصيات المطلوبه مني في القصه. بعد كده بدخل على موضوع ان انا اعمل اللوكيشن، فبحتاج حاجه اسمها environment sheet. ده برضو هقدر اسيب لكم الوصف بتاعه عشان لو حد عايز يستخدمه في حاجه تانية يقدر يستفيد بيه. فانا كان عندي الرف ده الاساسي، الممر ده اللوكيشن التاني، عندي المنطقه اللي هي تحت الرف دي الجزء الثالث، والساحه بتاعه الرأس ده اللي هو الجزء الرابع اللي انا محتاجه في القصه بتاعتي. طيب كده انا حققت المطلوب وعملت الشخصيات والمواقع، ودول اهم حاجه اللي هبدا ابني بيهم القصه كلها. بعد كده بروح على شات جي بي تي وببدا اطلب منه ان يطلع لي كل مشهد بنظام. انا مثلا لو هشتغل على كيلينج اي اي فمحتاج ستارت فريم لاست فريم، فببدا اخليه يطلع لي لكل مشهد الوصف اللي يخليني اطلع الصورتين دول، تمام. هو هيكتب لك طبعا ايه الستارت وايه الاند، ويدي لك المود بتاعك وكل حاجه بحيث ان يظهر معاك المشهد متناسق. الفصل الاول ده كان فيه 6 مشاهد، انا عملتهم بنفس الطريقه، يعني خليته يطلع لي الوصف بتاعهم كامل عشان ابدا اخد الوصف ده واطلع صوره حسب اللي انا محتاجه. الخطوه اللي بعد كده ان انا هبدا احول الكلام ده لصور، عشان من الصور دي لما احركها فيديوهات تطلع معايا القصه كامله. انا هنا شغال بسبيس عادي، بس تقدروا تشتغلوا بالموديل اللي انتوا مرتاحين فيه، يعني حتى لو عايزين تشتغلوا جيميناي، نانو بنانا عادي، شات جي بي تي عادي، براحتكم. بحتاج ادخل اللوكيشن والشخصيه الاثنين، يعني الكاركتر شيت والانفايرمنت شيت اللي انا عملتهم، وابدا امشي بتسلسل القصه. الوصف انا باخده من اللي كان كاتبه لي شات جي بي تي عادي، يعني هتلاقوا هنا الستارت والاند نفس اللي هو كان كاتبه لي، انا بشتغل بيه ما بغيروش، ما عنديش مشكله فيه. لو عندي فيه مشكله في ملاحظه او حاجه اقدر اعدل على الوصف، حتى لو عدلته بالعربي هيفهموا عادي وتقدروا تعدلوا وتطلعوا الصوره اللي بعد كده. فالخطوات دي انا طلعت منها اللي هو الفصل الاول، ال6 مشاهد اللي انا عايزهم، او يعني يعتبر بقى ممكن يوصلوا ل 12 صوره او 10 على حسب، انا ممكن اختصر لو حاسس ان الموضوع طويل. بعد كده لما بدخل شخصيه تانية زي كوبري هنا مثلا، انا محتاج ادخل الشخصيتين مع بعض عشان احافظ عليهم، فبدخل لولو اللي هي الشخصيه الرئيسيه بتاعتي زي ما هي، وبدخل برضو الموقع الجديد اللي هو هنا هيكون الكوريدور كلوكيشن، وبدخل الشخصيه التانية اللي هي كوبري عشان يبقى عندي الشخصيتين والموقع موجودين معايا في الصور. هيمشي التسلسل زي ما هو عادي، زي ما انتم شايفين كامل، ما فيهوش اي مشكله. وبعد كده هبدا ادخل على الشخصيه اللي بعدها. طبعا اي تعديلات تقدروا تعملوها على الصور عادي، او لو مثلا زاويه مش عاجباكم تعدلوها، الشوت نفسه مش عاجبكم تغيروه، تطلبوا من شات جي بي تي اصلا وصف تاني لو انتوا حاسين ان في مشكله. بس المهم ان انتوا تحافظوا على التسلسل بتاعكم عشان القصه ما تبقاش متقطعه. هنا مثلا دخلت العروسه التانية دولي، فبرضه نفس الطريقه دخلت الكاركتر شيت بتاع دولي، ودخلت لولو اللي هو الشيت الاساسيه بتاعتها او الكاركتر الاساسي معايا، والانفايرمنت زي ما هي ما اتغيرتش فمحافظ عليها. ببدا امشي بالخطوات. لما هننزل تحت الارض عشان ندخل صدى اللي هو الدب، هتلاقوا مثلا ان انا محتاج برضو ادخل اللوكيشن الجديد، وادخل الشخصيه الرئيسيه والشخصيه الثانويه او اللي هو الشخصيه الرئيسيه الثانيه في المشهد اللي هي
صدى الدب. تمام، فبرضو انا دخلتها هنا. التسلسل ده ببساطة هو اللي هيضمن لك ان القصة ماشية معاك زي ما انت عايز، وفي الاخر هتقدر تعمل مثلا لو عندك مشهد عايز تطلع منه لقطات اكتر تقدر تعمل فاريشن وتطلع اللقطات اللي انت عايزها، وبعد كده هتحركهم على كيلينج وهتلاقي بمنتهى السهولة الفيديو طلع معاك. وبس كده يا شباب، احنا وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، ولو في محتوى انتوا طالبين منه اكتر تقدروا تكتبوا لي في الكومنتات، ولو عندكم اي اسئلة برضو تقدروا تسيبوها لي في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.